الست عايزه ايه في الجواز؟ اهو مباشر اهو، عشان ايه ما حدش يقول ما قلناش، اديني بغششكم يا ايها الرجال. الست عايزه ظهر، تحس ان هي لا ده انا جوزي اهو هيسندني وهيساندني وهيدافع عني وكده في اي حاجه، في اي مشكله، في اي ازمه، في اي وقعه، في اي حاجه. الست عايزه ايد تطبطب، تعرف تطبطب. رجاله ما بتعرفش تطبطب، ارجوكوا يعني اتعلموا مهاره الطبطبه على الست. الست عايزه حضن ترمي فيه وتنسى الدنيا، تحس بالاحتواء وتحس بالاستيعاب، وتحس ان هي في حد فاهمها من غير مجهود، وتحس انها في حد بيقدرها من غير حاجه، من غير اسباب محدده، من غير اسباب منطقيه. والست عايزه رابع حاجه كتف، تحط راسها عليه وتروح في النوم في امان، وتبقى عارفه ان هي في امان تام، وتعرف تنام بعمق وتحلم عشان هي مسنوده على كتف جوزها. نعرف نعمل كده يا رجاله؟ طيب كل ده تحت مظله كبيره قوي، يعني دول 4 حاجات تحت مظله كبيره قوي. المظله الكبيره اللي هي ايه؟ اللي هي الامان، اللي هي الكبرياء، تحس انها ملكه متوجه على عرش حياتك، تحس انها غير مهدده في هذا العرش ابدا، عرش لا يهتز. يعني مش عايزه ابدا يتسرب لها احساس انك انت ممكن تسيبها وتروح لواحده ثانيه، او يطلع منك كلمه ان هو والله ما انا ممكن اتجوز ده حقي، او يبقى يقول لها والله لو ما عملتيش كذا يبقى انت تجاني على نفسك هروح اتجوز. الكلام ده بيعمل شروخ شروخ شروخ، وكل شرخ من ده بيوسع المسافه بينك وبينها، وبالتالي لما توسع بقى المسافه خالص وتهمشك وتعتبرك غير موجود في الحياه، انت بتشتكي وتبدا بقى هي تبقى متهمه تاني بشكل اخر انها مهمشاني ومش معتبراني في حياتها ومش عاملاني اولويه وكده. طيب عرفت بقى انت كان المفروض تعمل ايه في الاول عشان تفضل اولويه ليها في الاخر؟ يا ريت تكون عرفت. على فكره يا جماعه بكررها بقالي 25 30 سنه من ساعه لما اشتغلت الشغلانه دي، اسهل وارخص سعاده هي السعاده الزوجيه، بس نملك ادواتها. اديني غششتك النهارده يا ايها الرجل ادوات السعاده الزوجيه. ان شاء الله الفيديو الجاي هغششك ايتها الزوجه، ايتها المراه، ايتها البنت، ايتها السيده، اسرار السعاده الزوجيه اللي انت ادواتك انت المفروض انت تعمليها.